الآن بعد الأبطال والمتوجين بالميداليات في هذا الحفل العربي، يحضر معنا الأستاذ وسام حسين، إداري في المنتخب العراقي لألعاب القوى. أستاذ أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، اشكرك. بسم الله. أستاذ، كيفاش شفت المشاركة هذه، وخاصة شفنا للمنتخب العراقي حضور جيد، يعني حضور يعني كبير في على منصات التتويج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية لقائنا أشكر تونس الخضراء على استضافة هذه البطولة الجميلة والرائعة. تنظيمها جيد، وبنفس الوقت نشكر الاتحاد العربي على إقامة هذه البطولة، واللي هي البطولة الأولى تحت ال 23 عام. طبعا أول بطولة هاي تصير لهيك، خلينا نقول هذا العمر، فنشكرهم جميعا على هذا الالتفات لهذا العمر. بنفس الوقت نشكر الاتحاد العراقي المركزي المتمثل برئاسة الاتحاد العراقي الدكتور طالب فيصل على اهتمامه بالفعالية وعلى دعم الرياضيين. يعني وفد العراقي أكبر وفد مشارك بهذه البطولة، الوفد العراقي اللي هو يتكون قرابة ال 31 شخص إداري على لاعب على معالج. يعني هذا الوفد ثقيل، ثقيل بمصاريفه، ثقيل بنتائجه الحمد لله والشكر. فنشكر الحكومة العراقية ونشكر الاتحاد على هذا الاهتمام. استطاع الوفد العراقي أن يحقق يعني الحمد لله والشكر عدة ميداليات ملونة. ما حالفنا الحظ أنه ناخذ الذهب، ولكن الحمد لله والشكر. يعني اليوم اللي هو اليوم الثالث، يعني كان حصيلة الوفد العراقي 3 ميداليات فضية، اللي هي الوثب الثلاثي، وال4% تتابع نساء، و4% تتابع رجال. اليوم الثاني كان نصيبنا أيضا فضية وبرونزية 100 متر نساء، 100 متر حواجز نساء، وأيضا فضية وبرونزية القفز بالعصا للرجال، وأيضا 100 متر رجال، برونزية 100 متر رجال. الحمد لله حصيلة جيدة تليق إن شاء الله بسمعة المنتخب العراقي وبوفده. على ذكر الحصيلة يعني يا أستاذ، يعني الحصيلة يعني مهمة، وحصيلة يعني محترمة. يعني المنتخب العراقي معروف من قبل يعني المشاركة، واسم يعني يحتذى به يعني في على المستوى الساحة العربية في ألعاب القوى. مبروك لكم كل هذه التتويجات، وحظ موفق أيضا في باقي البطولات. كلمة أخيرة للشعب العراقي وكل الرياضيين العراقيين. أمانة نشكر كل من ساند الوفد العراقي من حكومة وإدارة ومواطنين ومحبين ومشجعين. يعني نشكرهم، وهذا جزء قليل من اللي أنه نقدر نسد به. نطمح للأكثر، نطمح للأكثر، ولكن هاي الجهود وهاي الإمكانيات. وبنفس الوقت عندنا لاعبين ما قدروا يحضرون، يعني أكو أمور شخصية، إصابات، يعني منعتهم من السفر. والحمد لله والشكر. نشكر كل من ساند وفدنا. يعني شكرا لك. شكرا للشعب شكرا لك التونسي. استاذ، شكرا لك. كانت هذه يعني فعالية اليوم الثالث للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذا الاهتمام وعلى هذا المتابعة. نلتقي إذن في مواعيد رياضية قادمة. شكرا.